والله العظيم والله العظيم لشتم لسان صني لشتم لسان صني واقول عليها عربيه ورق بقول عليها عربيه ورق وبتتقلب لوحدها، تتقلب لوحدها، ولا اشتم هيونداي فيرنا ولا اشتم هيونداي فيرنا واقول عليها نعش طاير، واقول عليها نعش طاير، واشتم تويوتا كرولا ولا اشتم تويوتا كرولا واقول عليها عربيه فاضيه واقول عليها عربيه فاضيه وبتصات وافيز، وبتصات وافيز، ولا اشتم زيوت 2050 ولا اشتم زيوت 2050 واقول عليها بتبوظ الموتور واقول عليها بتبوظ الموتور وتزود خلصاته من الداخل، وتزود خلصاته من الداخل، ولا اشتم التوكيلات ولا اشتم التوكيلات واظبط اموري معاها واظبط اموري معاها من تحت لتحت، من تحت لتحت، ولا اشكر في العربيات الصيني ولا اشكر في العربيات الصيني واقول عليها حلوه وبسمسم واقول عليها حلوه وبسمسم وبترد المطلقه وبترد المطلقه وتجلب الحبيب. وتجلب الحبيب. الف مبروك عليك يا برنس، كده بقيت احلى يوتيوبر عربيات. طيب، رغم ان الكلام ده مبالغ فيه ويرتقي لدرجه التضليل، الا ان ناس كتيره جدا جدا مصدقاه، لان طبعا الكل بيقوله وكل اليوتيوبرز بلا استثناء بتكرر نفس الكلام بنفس الطريقه بنفس الصيغه. هو واحد الله يسامحه نشر الكلام ده والكل ردده وراه فاصبح حقيقه وافرض نفسه على الناس كواقع. وعموما لما بتقدم يعني محتوى للناس بيكون قدامك طريق من اتنين. الطريق الاولاني ان انت تسمعهم اللي هم حابين يسمعوه. يعني ايه؟ يعني بما ان الكلام اللي انا قلته في البدايه ده اصبح امر واقع، فليه لا؟ لان انت لو قلت عكسه الناس هتهاجمك، لان الناس افترضت خلاص ان ده واقع وان دي حقيقه، فتسمعهم نفس الكلام وتكرره حتى لو انت عارف ان الكلام ده فيه جزء كبير من الغلط. طبعا هو فيه جزء من الصح ولكن فيه جزء كبير طبعا من الغلط. طيب، الاختيار التاني بقى ان انت تقول الحقيقه، وللاسف ده هيخسرك ناس كتير لان انت هتهاجم المعتقدات الغلط، وللاسف في ناس كتير بتظل يعني مصره على معتقداتها الغلط وبتحارب علشانها، وهتحاربك انت شخصيا وهتلاقي ردود افعال مش كويسه. ولكن احنا النهارده قررنا ان احنا نخوض التجربه دي مع الناس. طيب، هنبتدي باول فكره غلط عند الناس اللي هي زيوت 2050 ان هي لا تصلح. ونسال اول سؤال: هل زيوت 2050 معدنيه؟ لازم تكون معدنيه؟ والاجابه هنا هتكون بكل وضوح ان يا جماعه في فرق بين اللزوجه وكون الزيت معدني او تخليقي. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان الزيوت 2050 كتير منها معدني ان هي لازم تكون معدنيه. لا، عندنا زيوت 2050 زي كيكس نص تخليقي، واس بي يعني اعلى تصنيف على الاطلاق. وعاوز اقول لكم ان على سبيل المثال مثلا كيكس 20 دبليو 50 اعلى من كاسترول ايدج لانه اس بي وكاسترول ايدج اس ان. فتخيل ان تصنيف المعهد الامريكي للبترول لكيكس اعلى من كاسترول ايدج اللي هو 5 دبليو 30 او 5 دبليو 40. مش كده وبس، عندنا زيت زي امسويل تخليقي بالكامل 2050 تخليقي بالكامل. الله، يعني 2050 مش لازم يكون معدني؟ اهو مين قال كده؟ محدش قال خالص انه لازم يكون معدني. طيب، عندنا ايسن 2050 اس ام بلس بنص تخليقي وتصنيفه اعلى من زيت زي توتال 20 توتال 35 و45، واعلى من زيت زي كاسترول ايدج 35 و45. فاتمنى الحته دي بقى يعني نكون خلصنا منها. طيب، هل معنى كده ان زيت 2050 يصلح كل العربيات؟ لا، في عربيات بتقول لازم لزوجه معينه زي 35 على سبيل المثال مثلا. ففي الحاله دي ما ينفعش ان انت تجيب لها اي لزوجه غير اللي اتذكرت في الكتالوج. عربيه تانية مثلا بيقول لازم زيت تخليقي بالكامل، ما ينفعش ان انت تجيب لها زيت نص تخليقي او معدني. طيب، انا كلامي هنا عن ايه؟ كلامي عن العربيات العاديه بتاعتنا. بنتكلم على الانترا، بنتكلم على صاني، بنتكلم على عربيات سوزوكي، بتكلم على حاجات العربيات الاقتصاديه بتاعتنا دي. لما يطلع واحد النهارده يقول لك لازم زيت تخليقي و2050 لا يصلح بيكسر الموتور، وبص في كتالوج عربيتك هتلاقيه بيقول كده، وترجع الكتالوج ما تلاقيش الكلام ده. دلوقتي هنناقش كام كتالوج واقرا لكم كام حاجه هنتعلم منها مع بعض ازاي انت تقرا كتالوج عربيتك بشكل كويس. اللي معانا ده كتالوج الانترا. اول حاجه مكتوب فوق ايه؟ تؤثر لزوجة زيت المحرك على توفير استهلاك الوقود والتشغيل في الاجواء البارده. يعني ايه؟ كل يا جماعه الزيت ما بيكون خفيف كل ما استهلاك الوقود بيكون افضل، دي حاجه مفهومه. كل ما الزيت بيكون تقيل كل ما استهلاك الوقود بيكون اعلى، ولكن عموما هي بنسبه بسيطه. وكل ما الزيت بيكون خفيف كل ما بيكون سايل في الاجواء البارده وبتدور العربيه بسهوله. طبعا اجواء بارده دي زي روسيا، زي المانيا، زي الدول اللي بيحصل فيها تجمد كامل احيانا يعني. طيب، بيقول كمان حيث من شأن اللزوجة المنخفضة لزيت المحرك تحسين مستوى توفير استهلاك الوقود وتقديم أفضل أداء يعني في الأجواء الباردة. ده اللي احنا قلناه. على أي حال فإن اللزوجة العالية لزيت المحرك مطلوبة لعملية تشحيم جيدة في الأجواء الحارة. معنى كده إن الزيوت التقيلة مطلوبة فين؟ في الأجواء الحارة، والزيوت الخفيفة مطلوبة فين؟ في الأجواء الباردة. يا رب دي تكون فهمناها وخلصنا منها. طيب،
طيب بيقول لك ايه بقى؟ يؤدي استخدام زيوت باي لزوجه مختلفه عن تلك الموصى باستخدامها الى تلف المحرك. هو حاطط لك جدول، خد لزوجه منه، خرجت بره منها يبقى انت غلطان والمحرك هيبوظ. طيب بيقول لك عند اختيارك احد انواع الزيوت يجب اخذ نطاق درجه الحراره التي ستعمل بها السياره قبل قيامك بتغيير التالي للزيت في الاعتبار. قم باختيار لزوجه الزيت الموصى بها من الجدول. بيتكلم دلوقتي هو على نقطه مهمه جدا، هي ايه بقى؟ يقصد ايه بالكلمه دي؟ يقصد ببساطه ان عربيه هتشتغل في روسيا اكيد هتاخد زيت خفيف. عربيه هتشتغل في دول الخليج عادي ممكن تحط لها زيت تقيل زي 10 40 زي 20 50 زي 15 40 عادي في الدول الحر زي دول الخليج ومصر. طيب هنبص على الكلام اللي مكتوب تحت الجدول. من اجل توفير افضل الوقود يوصى باستخدام زيت محرك 5W20. حلو قوي. طب يعني هل هو بيقول لازم؟ لا، بيقول لك عشان توفير الوقود، او 5W30. ومع ذلك اذا لم يكن زيت المحرك متوفرا في بلدك حدد زيت المحرك المناسب من جدول لزوجة المحرك. بيقول لك ان 5W20 و5W30 لو مش متوفرين خد من الجدول. بيقول لك بقى في الشرق الاوسط لا تستخدم زيت محرك ب 5W20. يبقى 5W20 ما يصلحش لمين؟ للالنترا فين؟ في دول الشرق الاوسط. طيب لكن 35 نرجع للجدول بقى. ال 35 مغطي النطاق الحراري كله زي ما انت شايف لما تبص تحت. طيب هنتكلم دلوقتي على دول الخليج ومصر. طيب ال 35 ينفع لمصر؟ ال 10 30 ينفع 15 40 ينفع 20 50 ينفع ليه؟ لان النطاق الحراري على سبيل المثال لزيت 20 50 بيغطي من اول -5 تحت الصفر لحد فوق ال 50 درجه مئويه. فكده يصلح؟ طبعا يصلح. 35 يصلح؟ يصلح. فلما حد يسالني اقول له يصلح لك ال 35 ويصلح لك ال 10 30 وال 15 40 وال 20 50. طب لو واحد في روسيا اساله درجه حراره عندك بتنزل لحد ناقص كام؟ فيقول لي والله بتوصل احيانا -40. طيب يبقى ال 20 50 قلنا اخره -5. هل 20 50 يصلح في روسيا؟ لا طبعا لا يصلح. طب ال 10 30 او ال 15 40 يصلح في روسيا؟ برضه لا يصلح لانه لحد 15 درجه مئويه تحت الصفر. طب ال 10 30 يصلح؟ لا يصلح. مين اللي يصلح معاه؟ 35 و25. اتمنى يا جماعه تكون الحته دي واضحه. يبقى في دول الخليج ومصر كل اللزوجات تقريبا تنفع ما عدا مين؟ ما عدا 5W20. كل اللزوجات تنفع، ما ينفعش انا اتفلسف واقول ان ده افضل وده مش افضل واحدد لزوجه واحده في ظل الكتالوج محدد كل اللزوجات. طيب الكتالوج حدد معدني او تخليقي؟ لا ما اشترطش، فاستخدم معدني تخليقي عادي، ولكن يظل التخليقي افضل طبعا من المعدني، هو اغلى لكنه افضل. طيب الكتالوج اللي معانا بعد كده كتالوج نيسان صاني N16. هنبص كده بيقول ايه؟ للمناطق البارده والدافئه الزيوت موصى 10 30 مفضله في درجات الحراره اعلى من 20 درجه مئويه. هو هنا الكتالوج محدد لزوجه معينه، لكن قال لازم؟ لا ما قالش لازم لانه حاطط جدول فوق ينفع تستخدم منه. للمناطق الحار اللي هي زي دول الخليج ومصر 20 40 و20 50 ملائمه. يا رب الناس تفهم الكلام واضح اهو. طيب نطلع على الجدول بقى ونشوف. هنلاقي ان اول حاجه زيت 5W20 اخره كام؟ اخره لحد -10، فده لا يصلح في مصر نهائي. 35 اخره لحد 15 درجه سليزيوس. طيب هل احنا في مصر درجه الحراره عندنا ما بتزيدش عن 15 ولا توصل 40 و50؟ يبقى 20 5W30 لا يصلح لنيسان صاني N16 في مصر نهائي، يدمر الموتور. طيب معاك 10 30 و10 40 و10 50 يصلح طبعا. معاك 15 40 و15 50 يصلح و20 50 وغيره يصلح. اتمنى الكلام ده يكون واضح، واتمنى طبعا انا لو دخلنا في كل كتالوج عربيه العدد العربيات كبير، ولكن انا بديكوا مثال على ان انت ازاي تقرا الكتالوج. اتمنى يا رب تكون الصوره دي وضحت وننتهي من الموضوع ده، ويظل في النهايه كلام سريع. الزيوت التخليقيه افضل من الزيوت المعدنيه، وفي النهايه كتالوج العربيه هو اللي بيحكم عليك، مش انا ولا يوتيوبر ولا اي حد. ارجع لكتالوج العربيه شوفوا بيقول ايه، لكن ما يبقاش كتالوج العربيه قايل على كل اللزوجات ويجي واحد طالع يقول لك ايه؟ لا ده انت لازم 35 اول 100,000 كيلو، وبعد كده بعد ال 100,000 45، بعد كده بعد 150,000 10 40. ده كلام فاضي. تقدر تستخدم اي لزوجه انت عاوزها من الزيرو ما دام كتالوج العربيه ما انكرهاش. طب يزود خلاصات المحرك؟ غير صحيح. هيزود خلاصات محرك ويبوظه لو النطاق الحراري غير مناسب. بتستخدم 20 50 في روسيا، بتستخدم 25 في مصر للعربيات اللي ما ينفعهاش. في بعض العربيات في مصر ينفعها 25 لان الكتالوج بيقول كده، دي ينفعها. كل حاله يا جماعه مختلفه عن الثانيه. عموما اللي عنده كتالوج مش فاهمه يبعته لي في التعليقات او في رساله وهفسره له وارد له عليه، وما عنديش اي مشكله. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله.